يتهيأ شهر رمضان الفضيل للرحيل. في عشره الأواخر ليلة مباركة، من حرم خيرها حرم الخير كله. مظاهر الحداثة لا تقصي جانبا من عادات وتقاليد الأسر المغربية في ليلة القدر، ليلة تحظى بمكانة خاصة إلى جانب الطابع الديني والروحاني المميز لهذه المناسبة. تتمسك الأسر المغربية بعادات اجتماعية واستهلاكية في هذه الليلة المباركة. كونها ليلة جد مميزة، تحرص الأسر المغربية على ارتداء الزي التقليدي من قبيل القفطان والشربيل والجلباب، طقوس تقليدية استثنائية توارثها المغاربة منذ القدم، ويحرصون على ترسيخها في أذهان الأجيال الحاضرة. ليلة ينتظرها المسلمون عامة والمغاربة خاصة بشغف كبير بقدر عظمتها. تحاول الأسر الاحتفال بها بطريقة تقليدية متميزة. تعلق المجتمع المغربي بهذه العادات هو خير دليل على أنهم لا يستطيعون أن ينسلخوا عن هذه الجزيئات المكونة لهويتهم. كانت معكم نجوى القاسمي، وفي الهندسة الصوتية ياسين بن رمضان.